السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. بص، لو عندك بطاطسين في البيت تعالي اقولك هتعمليها بطريقة حلوة وسهلة وجميلة وهتعجبكم وهتعجب اولادك، هتعجب كل اللي في البيت ان شاء الله بامر الله. اهي عندي بطاطستين، طبعا سلقتهم عشان مطولش عليكم الفيديو. ههرسهم هرسة جامدة، وبعد ما اهرسهم هنحط عليهم المكونات دي: معلقة نشا هرمية، ودي معلقتين دقيق اهي. كل ده هنضيفه على البطاطس. هحط عليها معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، ومعلقة بابريكا. طبعا محضرة. عايزة تحطي انت فيها ريسة شطة عندك ماشي، مش عايزة براحتك اهي، بس هي بتفرق في الطعم، تديها طعم حلو يعني. ودي الأساسية اللي هنحشي بيها البطاطس، جبنة موتزاريلا. يلا نبدأ، يلا نبدأ. بصوا حبيباتي، هرست البطاطس اهو زي ما انتم شايفينها. هحط معلقتين الدقيق اهو، معلقتين مرميين اهو، دي واحدة ودي التانية، وشوية يعني مش كتير اهو. طبعا هرستها بالكوباية. لو ما عندكيش هرسة هرسي بالكوباية، هرسي بالشوكة، بأي حاجة انت عايزة حابة تعملي بيها يعني، سهل عليكي الأمور يعني اهو. حطينا الدقيق اهو، هدعكه بايدي عشان ايدي نضيفة وغسلاها. لو عندك جلافز وعايزة تلبسيه اوكي براحتك، بس انا ما بعرفش اشتغل بصراحة بالجلافزات، بشتغل بايدي اهو. عندك كده نعجن الدقيق مع البطاطس، طريقة جميلة والله هتعجبكم، جربوها ان شاء الله اهو. خليها تعجنيها على قد ما تقدري، زي ما بتعجني كده العجين اهو، عشان تديكي نتيجة حلوة. بص، المهم تعمليها كويس، تخليها ايه على قد ما تقدري، تعجنيها حلو طرية، عشان لما تيجي تعمليها تبقى ايه ترتاحي في عمايلها يعني اهو. بصي هنحط معلقة النشا اهي، معلقة هرمية اهي. النشا دي بتديها قرمشة، خليها تقرمش كده معاكي تبقى حلوة اهي. حطي ايه بقى، حاجة يعني ايه من يعني بتاع حوالي 3 معالق لبن كده اهو، ديكي طعم حلو، النتيجة حلوة ان شاء الله اهي. عينيها اهي. متنسوش الملح يا جماعة عشان انا بنسى الملح. حوالي 3 معالق لبن يعني، ما تزوديش، بتعلي من طعمها، تخلي طعمها حلو. عايزه تحطي بقى حته هريسه شطه اوكي، مش عايزه براحتك، عشان تبقى ايه حرشه يعني حلوه تفتح نفسك اهي. بصوا عجناها زي العجينه اهي، بصوا جميله ان شاء الله، تطلع زي الفل، تعجبكم وتعجب اولادكم وازواجكم. صلوا على الرسول عشان بقالنا كتير ما صليناش على الرسول في الكومنتات، عشان تاخدوا حسنات وناخد حسنات. ربنا يكرمكم يا رب، وكل واحده يخلي لها زوجها واولادها، ويفتح عليكم ويديكم ويغنيكم. كل واحده نفسها في حاجه ربنا يحققها لها يا رب. هنحط ايه بقى البهارات بتاعتنا: معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه بابريكا اهو. ندعك برضو اهو، نعجن زي ما قلت لك. عايزه تحطي حته هريسه شطه حطي، مش عايزه براحتك. هريسه الشطه دي بتخليها حرشه يعني، تخليكي تفتح نفسك على الاكل اهو.
هحط طبعا الملح عشان ما ننساش، تحطي الملح اللي انت عايزاه بقى. والبابريكا حلوه بتدي طعم للاكل برضو اهي. شويه ملح، لما تحطي ملح قليل تقدري تعالجيه، انما لو حطيتي كتير مش هتقدري تعالجيه. ممكن تعالجيه بقى بشويه ملح الاكل. تحطي مثلا مخلل جنب الاكل اللي هتعمليه لو انت عملتيه عادب يعني. انما لو بتعرفي تظبطي، انا ما اعرفش بصراحه يعني، اقول لكم الحق حق الله يعني. صلوا على الرسول الاول، ما بعرفش اظبط الملح في الاكل بصراحه، بيطلع عادب. كان الله يرحمه زوجي كان تملي يقول لي انت بتعملي الاكل عادب وكده، فانا ما بقصدش يعني، هي ايدي كده يعني ما بتجيبش للاسف الملح مظبوط، دايما بيطلع عادب. فانا بقول لما بيطلع عادب اقدر اعالجه، انما يطلع مش عادب يعني حادق قوي، هتعالجيه ازاي؟ في حاجات تعالجيها وحاجات ما تعرفيش تعالجيها. طبعا انا هحط عشان انا بحب هريسة الشطه، هحط حته ايوه، حته صغيره يعني مش كبيره اهي، تديها بس طعم كده. طبعا مش هقلب بقى بايدي عشان ايه، عشان ما انساش مثلا احط ايدي في عيني ولا في وشي ولا حاجه، ربنا يستر. بس هتبقى جميله لو جربتيها يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعل كل حاجه في بقكم حلوه ان شاء الله، وطعمها تبقى حلو، وتجربوها وتعجبكم وتدعولي. اهم حاجه دعوه حلوه، اهم حاجه. انتوا اسرتي واهلي وعيلتي التانية، عيلتي الكبيره بقى. انا عيلتي صغيره ما عنديش كتير، انا عندي بنتين وولد واخويا بس، هي دي عيلتي. انتوا بقى عيلتي الكبيره، ربنا يبارك فيكم كده ويخليكم. بشكر اي حد يخش القناه يشجعني، يقول لي كومنت حلو كده زيه او زيها، وربنا يكرمكم جميعا ويفرح قلوبكم، ويدخل على قلوبكم السرور ان شاء الله باللي بتحبوه وتتمنوه. اهو كده عجنتها، هنعملها بقى. احضر طاسه فيها زيت، والجبنه الموتزاريلا اهي اللي هحشي بيها اهي، هفكها من بعضها ونبدا مع بعض، خليكم معايا. هنعمل طبعا كور زي ما انتم شايفين اهو، كور اهي زي ما انت عايزه بقى، عايزه تصغريها عايزه تكبريها براحتك. نحط فيها الجبنه، عندك جبنه موتزاريلا، عندك جبنه شيدر، عندك اي جبنه فته، اي حاجه في البيت تقدري تعمليها اهي. اعمل كوره كده اهي، نحطها مرة تاني. الجبنه الموتزاريلا بتديها طعم جميل جدا، حلو قوي اهي. هعمل معاكم برضو كده حته جبنه فته كده ونجرب نشوف اهي. اي جبنه عندك، اي نوع جبنه يعني ايه، مش هنقف، هنعمل اي حاجه اهي. حاولوا ما تبوينوش الجبنه عشان الجبنه ما تلسعش، داروها يعني اهي. هخلص اشوف هتعمل قد ايه ونرجع ايه. انا حاطه طاسه على النار فيها زيت عشان تسخن، تبقى زيت ايه على نار هاديه مش عاليه، خليكم معايا. بصوا حطيت طاسه على النار وفيها زيت، هنبطل دي شويه كده اهو، اهو نسويها كده اهو كده، حطيتيها كده اهو. يلا نروح على طاسة الزيت ونحط البطاطس، يلا بينا يلا بينا.
هنحط البطاطس اهي اللي عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. متبقاش الطاسه مليانه قوي، تبقى دوبك حاسه نص البطاطسايه يعني اهي. طبعا حاولي تقلبيها واحده واحده كده اهي على النار اهي. تحمر بس وهقلبها، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، قلبت البطاطس اهي زي ما انتم شايفينها اهي، جميله شكلها كده تفتح النفس يعني. طبعا هخلص الكميه وارجع اوريكم انا عملتها زي ما انتم شايفين كده. بتقليها على نار هاديه مش عاليه عشان تستوي معاكي من جوه وتحمر كويس من بره. ماشي، يلا خليكم معايا. صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يلا بصوا حبيباتي، جبنا فته اهي، قلت اجربها معاكم اهي. هنحشي 2، ادي اول واحده اهي. طبعا التانية هحشيها واسويها وبعدين ايه هوريكم بقى بعد ما اسويها، خليكم معايا. بصوا حبيباتي، خلصنا اهو البطاطس، عملناها اهو. عملت لكم كمان واحدتين بالجبنه اللي هي الفته اهي. ادي واحده اهي هنجربها اهي مع بعض اهي. بصوا دي جبنه اللي انا عملتها اهي، جبنه اللي هي الموتزاريلا، بس ما كترتش فيها قوي عشان برضو اللي ما عندوش جبنه اهي. دي جبنه الفيتا اهي، جبنه الفيتا. بصوا اهي، جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبكم يعني باذن الله اهي. عايزه اقول لك طعمها تحفه والله، جميله. نجرب اللي هي الموتزاريلا اهي، جميله جدا. جربي الطريقه وان شاء الله تعجبك باذن الله. متنسونيش بقى بدعوه حلوه ولايك وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ربنا يخليكم يا رب، ويجعلكم نعمه في حياتي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.